السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية. هنا منتجعات وصاب العالي، أي محميات وصاب العالي أو غابة وصاب العالي أو غابة أمازون وصاب العالي. نحييكم من جديد. اليوم يوم خير، يوم سباحة، يوم نزهة، يوم نقاهة بين الشلالات. هذا منتجع وصاب العالي. الهبة عبد الله أحمد غانم، سلام الله عليكم. هل من كلمة تقولها اليوم ونحن في شلالات حميدة ونزهة حميدة وحديقة حميدة وغابات حميدة وشلالات حميدة ومنتجعات حميدة؟ طالب من جهات الاختصاص يعني وعلى رأس محافظة على المجاهد محمد الرقيتي في زيارة هذه المنطقة، وأن يقوموا بدورهم يعني في هذه المنطقة، فهي منطقة يعني لا أروع منها أنا أعتقد حتى في أوروبا، لأنها منطقة قابلة للاستثمار، قابلة يعني أن يعملوا سلالم للصعود أو حواجز أو أي شيء يعني من هذا القبيل، يعني منظر يليق بالمنطقة. منطقة غابات وفيها أنواع الحيوانات. صحيح. على ما أعلم. إلا فيه. الأخ المحافظ طبعا زارنا مرتين. الأخ محمد البخوتي بارك الله فيه زارنا حتى الآن، زار مشروع وصاب مرتين. إيش؟ الأخ محمد البخوتي زار وصاب مرتين. إلى المنطقة. أنا طرحنا عليهم ملاحظة وإحنا في أعلى على أن تكون هذه محمية. قال إن شاء الله القادم أجمل، هكذا وعدنا. بعد الأصوات إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. سيكون هناك استثمارات. إن شاء الله إن شاء الله. منطقة قابلة يعني أن يزورها من أقطار العالم. بارك الله فيك، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية. من شلالات وصاب، من محمية وصاب، من غابات وصاب، نراسل وإياكم أهم الزوار اليوم ما شاء الله تبارك الله. إنه يعمل مساج بالماء، هذا مساج رقم 1. هذا مساج، وهنا السواح وهنا الزوار. والله أنه شرف كبير. نجاح مشروع وصاب العظيم، وجدنا هذا السباحة والسياحة بعد المشروع. سلام الله على المساهمين والمتابعين والمشجعين.
نعم إنه فخر واعتزاز. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يسخر قلوب التجار البقية الذين بخلوا على أنفسهم بعدم المشاركة في مشروع مصاب. وإن شاء الله قريبا سيكون هنا حاجز مائي كبير للسياحة والسباحة. شرم الشيخ بنى من عدم، من صحراء إلى يعني منتجع، وعندنا منتجع طبيعي سياحي كبير. الحقيقة إننا نريد توجه من الحقيقة نريد يعني نظرة من قبل الدولة والقائمين في محافظة ثمار، يعني نطلب